مستقبل المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله مع نادي الاتحاد السعودي بعد التعاقد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما. وقد أثيرت تكهنات حول مستقبل حمد الله في الفريق بعد وصول بنزيما، وتساءل الجمهور عما إذا كان سيرحل أم سيستمر مع الفريق. تلقى حمد الله دعما من بعض المشجعين، في حين طالب آخرون برحيله. الإدارة الاتحادية طلبت من حمد الله الرحيل على سبيل الإعارة في الميركاتو الصيفي، ولكن المدير الفني نونو سانتو يرفض رحيله ويرغب في الاحتفاظ به حتى وإن لم يلعب أساسيا. يعتبر حمد الله من أهم أسلحة هجوم الاتحاد، وقد حقق العديد من الإنجازات البارزة مع الفريق. ورغم أنه مدد عقده حتى 2025، فإن قدوم بنزيما قد يؤثر على مكانته وفرصته في التشكيلة الأساسية بسبب التركيز التكتيكي على التنظيم الدفاعي للفريق، مما يجعله في موقف صعب لاحتمالية اللعب بجوار بنزيما. الأيام القادمة ستحدد ما إذا كان سيواصل في الفريق أم يبحث عن تجربة أخرى في مكان آخر. بالنظر إلى التحديات التي تواجه حمد الله بعد تعاقد الاتحاد مع بنزيما، يمكن أن يكون لديه عدة خيارات لمستقبله. إليك بعض السيناريوهات المحتملة. الاستمرار مع الفريق. قد يختار حمد الله البقاء مع نادي الاتحاد والتحدي مع بنزيما على المنافسة على مكان في التشكيلة الأساسية. يملك حمد الله القدرة على تسجيل الأهداف، وقد ثبت جدارته كهداف مميز في الدوري السعودي، وقد يسعى لإثبات أنه يستحق المشاركة رغم وجود بنزيما. البحث عن ناد آخر. قد يقرر حمد الله مغادرة الاتحاد والبحث عن فرصة جديدة في ناد آخر، سواء داخل السعودية أو في دوري آخر. قد يكون هذا الخيار أكثر جاذبية إذا كان حمد الله يرغب في اللعب بشكل أكبر في التشكيلة الأساسية والمشاركة بصورة منتظمة. الرحيل عن طريق الإعارة. يمكن أن يتم التوصل لاتفاق بين حمد الله والنادي بشأن الانتقال على سبيل الإعارة لناد آخر لمدة معينة. هذا الخيار قد يمنحه فرصة للعب بانتظام في فريق آخر وإثبات جدارته قبل العودة إلى الاتحاد. البقاء وقبول دور البديل. إذا كان حمد الله يرى أنه من الصعب المنافسة على مكان أساسي مع بنزيما، فقد يختار البقاء في الفريق وقبول دور البديل. يمكن أن يكون له دور مهم كلاعب دخول من الدكة وتقديم إسهامات هامة في الفترات التي يتم استدعاؤه فيها. بغض النظر عن الخيار الذي يختاره حمد الله، يجب أن يكون لديه رؤية واضحة لمستقبله الرياضي وما يرغب في تحقيقه. قد تكون هذه الفترة تحديا له، ولكنها قد تفتح أبوابا جديدة أيضا لتحقيق إنجازات أكبر في مسيرته الكروية. من الواضح أن مستقبل عبد الرزاق حمد الله مرتبط بالكثير من التحديات والتضاربات. على الرغم من أنه حقق نجاحات كبيرة مع نادي الاتحاد وتصدر هداف الدوري السعودي، إلا أن قدوم بنزيما ومنافسة قوية في المركز الهجومي قد تؤثر على دوره ومكانته في الفريق. قد يكون حمد الله مضطرا لاتخاذ قرار صعب حول مستقبله، وهو ما يتطلب تقدير الفرص والتحليل الدقيق للوضع الراهن. عليه أن يبحث عن الخيار